القنوات الرياضية المصرية. القنوات الرياضية المصرية هي الوحيدة في العالم اللي تفتحها في أي وقت ما تلاقيش رياضة أصلا. هتفتحها تلاقي ناس لابسة عدة الشغل، البدلة والجرافات، وقاعدين في قعدة مصطبة وبيتكلموا في أي كلام تاني غير إنك تشوف رياضة. بس طبعا مش هنقدر نجيب كل اللي بيلعبوا في دماغنا، بس هنرحب بأشهرهم. يا أهلا وسهلا. مدحت شلبي اللي هو شرطة سابق ومعلق كورة سابق ومقدم منوعات سابق، أشهر إعلامي رياضي وأغلاهم على الإطلاق، قومي ووطني جدا. صديقي العزيز والأخ الجميل الأستاذ علاء مبارك، مساء الأنوار، منور الدنيا. انت الرئيس اتفرج والهانم انتوا كلكم كنتوا مع بعض ولا كل واحد كان لوحده؟ مش معنى انه كان بيحب علاء مبارك ان هو مش وطني، يعني الراجل واضح وصريح وما بيحطش مكياج. اهو بصوا اهو بصوا اهو، لو الكاميرا تعرف اهو، والله ما بحط حاجه. ناس تقول لي مكياجك تقيل، اقسم بالله ما بحط مكياج. وكرهه للمكياج وحبه لعلاء مبارك خلاه يبطل سياسه بعدهم، مبقاش يتكلم في السياسه خالص. لا انا مع الشارع ولا انا مع المجلس العسكري. هو واقع الامر ان الشارع مع المجلس العسكري. عطبها تمشي معاه تقفي معاه. لو عملنا استفتاء النهارده على مدى تمسك الشعب بمجلس العسكري، اكتر من 97% هيقولوا المجلس العسكري. ومفهمين دول لحمونا وحموا الثوره ولولاهم ما كانت هناك ثوره. دول لحمونا وحموا الثوره ولولاهم ما كانت هناك ثوره. بص هقول لكم حاجه، يعني بعيدا عن مواقفه السياسيه والوطنيه، يعني هو محترم فحم. وليه نعتبر دي قله ادب لما ممكن نعتبرها اختراع نظريه الصباع الاعلامي؟ نظريه الصباع كده زي نظريه الاحترام. احترام صعب بالظبط، انما قله الاحترام سهل. بالظبط. القوه ان انت تكون محترم، مش كده؟ والضعف ان انت تكون قليل الاحترام. والمدحت شلبي دراعه اليمين، ودراعه اليمين هو المخرج محمد نصر دائم الابداع، اللي ما تحاولش تسال نفسك هو مبدع في ايه. يحيى محمد نصر، انت عملك المميز والرائع والمبدع هو اللي بيتكلم عنك، مش انت اللي تحكي عن نفسك. مين واحنا كام واحد في مصر محمد نصر؟ ده محمد نصر مخرج فلتة مبدع، ما تحاولش برضه تدور هو مبدع في ايه، عشان مش هتلاقي الا حاجه واحده بس مبدع فيها: كراهيته الشديده للثوره المصريه. والجهبذ بقى اخرج لنا احقر مشهد بعد ايام قليله قوي من الثوره، المشهد ده حرام والله، حرام عليه والله، حرام والله. وبإخراج محمد نصر وباللهجة الخليجي اللي سمعتوها. الأستاذ الكومبارس ده هيقوم بدوره دلوقتي. والله ولا يوم من ايام حسني مبارك ثورة حرامية، واللي يقول غير كده ما يبقاش مصري. ثورة كلاب، ثورة حرامية. عندك ظلم انت. لا نشوفها كمان مرة برضو، دي من ملعب الأحداث برضو نشوفها، وهل هي بتعبر فعلا؟ هي بتعبر فعلا، بتعبر عن حبك الكبير قوي للثورة المصرية، الثورة اللي خلتك انت والمصطبة اللي معاك تتكلم في السياسة عشان تغسلوا دماغ ناس كتير. وقطعا في الجزء الأول لدينا باقة من الأخبار السياسية والرياضية. ادي الخبر، انت اللي جايبني الخبر ده. في منشطات جرايد النهارده لازم تتحاكم. جورنالين يمكن. ايه 6 ابريل دي؟ ده عاش وهم لما قالوا ما اعرفش مين اللي فابرك ان هم مترشحين لجائزة نوبل. لا لا مش من كلام ده ليبيريا خالص. ما حصلش يقولوا أي ده ترشيحات إطلاقا ولا يحصل. احنا اهالينا علمونا الادب. أستاذ محمود معروف صحفي، أهله علموه الأدب وديمقراطي جدا. انا مش عايز ديمقراطيه، ملعون او مش عايزين ديمقراطيه. لوب ده ارهاب. دول ارهابيين ومأجورين، عرفونا. عرفوا ملعون ابو الديمقراطيه. بقى عندنا حاجه في مصر اسمها الفتوانه الاعلاميه. يطلع ينخع. فتحي سند رئيس تحرير أخبار الرياضة لسنوات طويلة قوي، كتب مقالات في حب المخلوع أكتر بكتير قوي ما لابس كرافتات، ومالوش في النخع. الاستاذ محمد حسين هيكل عندما يقع في هذا الخطا المهني الفادح، فهذا معناه ان هناك تحول سلبي وسيء جدا جدا في مساله التناول الفكري والسياسي. المنطلق الفكري بتاعنا في تطفيش الست دي لازم ينبع من احساسنا منعكس في الالتزام بقضايا معاصره اللي هي دراع مرسي، ومحدش يسالني ولا كلمه لاني مش فاهم اي حاجه من اللي انا بقوله. عليا النعمه انت بتتكلم صح، وانت عارف بقول ايه؟ ادم قال دراع مرسي ما بيتكلم صح. وتاني أغلى محلل لوزعي رياضي بعد الأستاذ مدحت شلبي الجهبذ اللي ابتدى الموضوع أصلا من أوله. وتقول للرئيس مبارك
وتقول للحزب الوطني نحن معك في كل مكان، وهم ابناء الحزب الوطني. احمد شوبير حارس مرمى سابق، عضو مجلس شعب سابق، حزب وطني طبعا، استاذ في رياضه ركوب الموجه، ودائما ابدا متاثر بالافراح المصريه. الاستاذ جمال مبارك حبيب الشباب وحبيب كل المصريين. اهو 100 جامعه وابن بلد وجميل جمال ملوش مثال. تعالى بنحيي كلنا امين السياسات الامين المساعد للحزب الوطني الكابتن ايمن النرويجي، واحلى سلام امل الشباب وحاسب يا عم جمال مبارك. ومن الاخر يعني الاعلاميين الرياضيين دول راشقين في اي مصلحه. لو مفيش كوره ففي سياسه، مفيش سياسه في اقتصاد. البنك المركزي يقرر تثبيت اسعار الفائده للمره 17 على التوالي. مش فاهم يعني الفايده 2% 10% كده ولا ايه بالظبط؟ سؤال من عبقري واحد لعبقري اتنين. تثبيت سعر الفوائد يعني. يا عيني يا عيني رقاصه وبترقص. ايوه لا احنا مشتاقين على الاضافه العظيمه دي. اوعوا تفتكروا ان شلبوكه جاي، ده انسان محترم ومثقف جدا. لا انا هقرا جورنال هصدقه، ولا هتفرج على برنامج شوكتو هقتنع بكلامه، ويا ريتكم تبطلوا تتفرجوا على اليوتيوب ولا تستخدموا البلار بيك كتير، وتسيبكم بقى من لعب العيال على التويرتيت، وتسيبكم خالص بقى من شباب الفيك بوس. مليانه عباقره مصر، مليانه عباقره. بلاش السواد اللي جوانا ده. الاعلام المحنك والقدير مجدي عبد الغني راشق في اي مصلحه واي سبوب. خلينا نبقى نضاف. ايه ده؟ ايوه كول. الله، خلينا نبتدي عصور جديده من النظافه ومن الشياكه ومن الاعلام الصح. صلي على النبي، صلي على النبي. ايه ده بالراحه، ايه ده خالص. ايه الهايبره دي؟ ايه الحقد والغل والوساخه دي؟ الاعلام المهذب مصطفى عبده. من الاخر كده اول من ادخل فن الردح الرياضي على الشاشات. انا بقول لكم حقكم هيجي لكم من سياده الرئيس. انا بقول لكم الكلام ده من يقين من جوايا. انتوا نسيتوا شعب الجزائر ده شعب لقيط. ايوه شعب لقيط. ايه ده؟ ايوه كول. لو في اعلام صافي النفس مصطفى يونس، مرجعيه في الاعلام. لو في اعلام لازم كنت تعمل كشف هيئه قبل ما تخش التلفزيون وتتكلم في التلفزيون، قبل ما تتهجم على الناس كنت انت لسه بامبرز وانا كنت كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي. ما بقلعش مناطيل في الاجتماع، ما بطلعش بالمقشه على جمهور النادي الاهلي عشان يسموني مقشه. الاعلامي الحساس خالد الغندور، الشهير بمنده عند الزملكاويه وفطوطه عند الاهلاويه. استاذ علاء يعني بجد والله انا سعيد بكلام حضرتك. بيحب مصر ووطني جدا ومضحي، وكان من اوائل الناس اللي نزلت ميدان التحرير. ليه؟ وليه الشباب ده قاعد؟ وليه بيجيب له وجبات؟ وليه بيجي له 50 جنيه؟ ليه؟ اسالك سؤال يا كابتن. تحت امرك. انت لو عندك بنت هتوافق انها تبات 3 ايام في التحرير؟ كل واحد ليه وجهه نظر، والخلاف في الود خلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. لجنه الحكام المشبوهه. حبيب الحكام علاء صادق، واشتغل حكم لمده مباراه واحده بس اتضرب فيها، ومن يوم هو عنده عقده من الحكام. الحكام سبب كل بلاوي مصر. النهارده لو قال خسر هطلع منه الكرسي. لقطه حقيره. عندنا اكبر نسبه مشاهده بفضل الله، اكبر نسبه اعلانات بفضل الله. الناس دي سبب رئيسي في تجهيل كتير قوي من الشعب المصري. ومن الاخر كده يا اهلاويه يا زملكاويه يا كل مشجعين الكوره في مصر، الناس دي لا اهلاويه ولا زملكاويه. الناس دي مع نسبه المشاهده اللي هي اعلانات. ولائهم للموضوع ده بس، الاهلي فوق هيرفعوا السما، الزمالك فوق هيرفعوا السما. اهم حاجه نسبه المشاهده. ولو هتشاهد البرامج الرياضيه فهتستفاد حاجه واحده بس، تتعلم لغات. Quelle est your opinion about the match? S'il vous plaît. En français. En français. مش عايز هو يتكلم بس انا بحاول معاه. En français. Tu parles français ou non? Oui, je parle français. La question en français. What nationality?
I'm South African. تاون فوتبول قناة مودرن سبورت. مصر. Mas. Yeah, it's very nice. ايجيبت. بيراميدز بورسعيد. ايجيبت. مصر. 100 مصر 100 ها؟ اوكي تورست سياحة يوبل اوكي؟ مصر 100 مصر 100 ها؟ انا محمود معروفه بشخصي وبلحمي وبقول ليس لي اكونت على الفيسبوك خالص. واذا كان هناك احد اذا كان اكيد بيحبني اكونت على الفيسبوك خالص. واذا كان هناك احد اكيد بيحبني.